قلت لكم من اول مباراه ان لمسته مميزه، لاعب مميز. حتى اتفرج معايا كده على يوسف بالعمري في كره الهدف. اول ما الكره وصلت لاشرف بن شرقي يوسف بالعمري اتحرك في العمق، وامام عاشور قطع ورا كاموش على طول. واول ما الكره اتلعبت شوف يوسف بالعمري كان فين، كان مغطى على طول ورا امام عاشور، بحيث ان الكره لو عدت من امام عاشور يبقى يوسف بالعمري مكمل في الكره هدف على طول. لاعب مركز جدا جدا وتحركاته مميزه جدا. اعتقد مفيش سبب واضح تاني يخليك انك تقعد يوسف بالعمري دكه مره تانيه. اكتر من كره تدخل فيها واكتر من كره قطعها، وكان بيقوم بالواجب الدفاعي والتغطيه العكسيه في اكتر من كره. والطبيعي يا صديقي العزيز انه يغلط، دي حاجه طبيعيه جدا. النهارده بسم الله ما شاء الله حاجه عظيمه جدا. يوسف بالعمري على مستوى التكمله الهجوميه كان مميز، وعمل كورتين عرضيتين لولا مروان عثمان لو كان استغلهم كان ممكن يبقوا هدفين. وانه لو قعد تاني على دكه البدلاء ولو دقيقه واحده تبقى جريمه كرويه في حق النادي الاهلي وفي حق مدربه. اتفرج معايا واستمتع على لمسات يوسف بالعمري المميزه، وان شاء الله هيعوض علي معلول في الباك الشمال. حتى على مستوى الدفاع افضل من احمد نبيل كوكا مليون مره. اتفرج واستمتع وقول لي رايك في يوسف بالعمري في التعليقات.